بس اللي بقول لك عليه اسمع. انت اول مره تقول لي على موضوع ان انت مقدم بلاغ قديم للنائب العام، قلت لي عليه النهارده. اول مره اقول لك على والنهارده قلت لي ان في امين شرطه اتصل بيك وقال لك تعالى عشان عايزينك تروح عشان البلاغ اللي انت مقدمه ضد مراتك من شهر كام مقدمه؟ من شهر 6. انت حكيت لي على الموضوع ده قبل كده؟ لا ما حكيتلكش عليه. يبقى ان انت خبيت عليا ان انت عامل بلاغ من شهر 6، يعني معنى كده انك عارف بواقعة الزنا من اكتر من 5 شهور وخدعتني وما قلتليش. ده مش كده وبس، ده انت انا لسه سامعك دلوقتي على الهوا مع الاستاذ مصعب العباسي في برنامج علامة استفهام، وانت بتقول ان انت عارف ان مراتك محبوسة ومحبوسة بقضية ابتزاز. انت ليه ما قلتليش؟ ما انا بديتك بي دي اف اول لما قابلتك في المكتب، اديتك المحاضره قلت لك كان ضغط على اختي واختي ما رضتش. لا انت قلت لي ده هي انا مش عايز اتكلم في الموضوع من زمان عشان هي بتهدد اختي وانا خايف على اختي واختي اتبهدلت. حصل؟ لكن ما قلتليش ان انت تعرف انها محبوسه في قضيه ابتزاز. انت خدعتني، انت خبيت عليا وخدعتني. انا عرفت على الهوا لما مصعب العباسي في برنامج علامه استفهام وقعك في الكلام، وانت قلت ليه ما قلتليش من اول يوم جيت لي كده؟ ده انا مراتي محبوسه ومحبوسه في قضيه ابتزاز، وان هي اللي صورت الفيديو وكانت بتبتز. امال انا بعت على التليفون بي دي اف بتاع اسلام ليه عند حضرتك في المكتب، المحضر بتاعها كله بي دي اف، قلت لك كانوا ضاغطين على اختي وضربوها وبهدلوها. انت لا انت جبت لي الورق بتاع المحضر اللي هي عاملاه بتاع اثبات علاقه الزوجيه، وانها عامله محضر بتقول ان انت جوزها. والمحضر بتاعها بعته بي دي اف. انا عايز اعرف منك حاجه مهمه. انت يا اسلام قلت لي ان هي خلفت بنت، وان انت شاكك في اثبات نسب البنت دي. تمام. طب ازاي انت شاكك في اثبات النسب وانت اصلا هي ولدت في شهر 5 ولا شهر 6؟ 4 شهر 4. وانت محبوس كانت هي حامل. طب لو ازاي ولدت في شهر 4 وانت بتقول ان انت من شهر 3 مقدم بلاغ للنائب العام بتتهمها بالزنا؟ انت كذاب. هو انت مش امبارح انت واخوك قلتوا لي نقرا مع بعض الفاتحه وقلت لك انا ليا عندك شرط؟ قلت لي ايه هو؟ قلت لك تقول لي الصراحه وما تخبيش عليا. اول يوم يا استاذ احمد صورتك في المحضر بتاعها. لا اول يوم انت قلت لي على المحضر بتاع جريمه، بتاع انها عايزه تثبت ان انت جوزها، وقلت لي بعقد الجواز العرفي والمحضر عندي. بص يا اسلام، انت ليه ما قلتليش ان انت تعرف ان او ليه ما قلتليش ان في بلاغ انت مقدمه قبل كده للنائب العام في دعوى الزنا؟ قلت لك النهارده يا صاحبي. قلت لي فين؟ قلت لك النهارده. انا كنت هم كانوا مكلميني من يوم 3 ايام وانا نسيت اقول لك اصلا. قلت لي النهارده. قلت لك النهارده فعلا. قلت لي النهارده عشان ما حدش يقول لك هو ما قدمش ليه في الفتره الزمنيه دي كلها. بيصور بس ولا ما تجننيش معاك. انت النهارده بس اتصلت بيا قبل ما اجي هنا الهوا وقلت لي في امين شرطه كلمك وعايزينك تروح. ايه؟ ايوه عايزينك تروح عشان انت كنت مقدم بلاغ قديم في النيابه بتتهم مراتك بالزنا، صح؟ حاضر. طب انت ليه ما قلتليش ده من اول يوم؟ ماشي، ما قلتش من اول يوم على ايه؟ على ان انت عامل بلاغ قديم للنيابه. ما انا ماشي، ما انا ما قلتلكش عليه يا استاذ احمد، قلت لك عليه النهارده. ايوه ليه قلت لي عليه النهارده وخبيت عليا قبل كده؟ اخبي عليك يا استاذ احمد؟ اخبي عليك البلاغ اللي انا مقدمه؟ ما قلتليش ليه لما جيت قلت لي انا عايز ارفع دعوى الزنا وانا رحت قدمت بلاغ للنائب العام وانت مضيت عليه بالليل، مضينا عليه سوا واديتك فلوس وقلت لك روح بات في اللوكاندا عشان تبقى هنا في القاهره عشان تيجي معايا الصبح نروح لمكتب للنيابه. ما قلتليش ليه بقى؟ الفتره دي كلها المحكمه ما حدش اداني اي اشاره ان انا اروح فتره تحقيق. لسه مديني يوم الخميس اللي فات. انا ما قالوا لي ميعادك على بكره، هم ادوني ميعاد يوم الخميس. اسمع بس، هم ما قالولكش تعالى ومحدش اهتم وقال لك تعالى بعد ما قدمت البلاغ. ما قلتليش ليه؟ لا انا مش عايز اقدم بلاغ جديد، ده انا مقدم بلاغ قديم.
ايوه. ما قلتليش ليه؟ مم. معنى كده ان انت كنت عارف ان بواقعة الزنا في الوقت اللي انت قدمت فيه البلاغ. ايوه. طب الكلام ده كان في شهر كام؟ شهر 6، شهر 5. شهر 5 واحنا في شهر 11، يعني عدى 6 اشهر. ماشي، ما انا مقدم وكنت مستني التحقيق بتاع النيابه بتاعت الشهداء. طب لما انت مقدم بلاغ بتتهمها بالزنا ومستني تحقيق النيابه، ما قلتليش ليه نكمل على القديم بدل ما نعمل بلاغ جديد؟ والله زي ما انت قلت لي انا جيت لك وكنت معاك وسبت الدنيا كلها ومشيت معاك وسبت استاذ محمد منصور وسبت اي حد. يعني انت سبت الدنيا كلها وسبت محمد منصور وجيت تبدا معايا من جديد؟ ايوه. طب ما قلتليش ليه على الاقل اخد فكره ان في بلاغ قديم انت مقدمه؟ انا في بلاغ قديم عشان ما حدش يقول لك كده. طب هو لسه فايق دلوقتي؟ طب بلاش دي. انا لما سالتك على مراتك لما جيت لي المكتب اول يوم قلت لي ما اعرفش هي فين، صح؟ قلت لك لا، هي كانت محبوسه وما اعرفش حاجه عنها بعد ما كانت محبوسه. حلو، قلت لي كانت محبوسه وما اعرفش حاجه عنها. ليه ما قلتليش دي محبوسه في قضيه ابتزاز عشان ابتزت نفس الراجل ده بنفس الفيديو وان هي اللي مصوراه وكانت بتبتزه؟ ما قلتليش كده. اديتك المحضر كله وانت قلت لي انا هطلع عليه. لا، انا المحضر اللي انا شفته واللي اطلعت عليه بتاع ان انت هي رفع عليك قضيه بتتهمك بعقد الزواج العرفي عشان اثبات علاقه الزوجيه. انت ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه ده وما قلتليش ليه انها. لا، قلت لك يا استاذ احمد هي محبوسه وكانت ضغط على اختي وقلت لك حلو، قلت لي محبوسه وضغط على اختي. هل انت بقى اسمعني بس، هل انت قلت لي انت ليه ما قلتليش دي محبوسه في قضيه ابتزاز نفس الراجل اللي متصوره معاه؟ ايوه، لما انت قلت لي ده ابنه اتصل باختك او بيها وكان في مشكله ما بينهم. الكلام ده قلته لي امتى بقى؟ مش اول مره جيت لي ولا يوم ما قعدنا نصور. الكلام ده قلته لي لما كنا رايحين نيابه امبابه، نيابه شمال، وقلت لي اصل انا كنت خايف اتكلم عشان سيره اختي. قلت لك اختك لو في بينها وبينها مشاكل دي مشاكل قديمه ملهاش علاقه بيها، انما الموضوع اللي احنا جايين عشانه دي قضيه منفصله. احنا جايين يا اسلام في قضيه زنا، ملناش دعوه باي قضايا تانية. مش حصل؟ وقلت لك اتكلم في حدود اللي تتسأل فيه واتكلم في جريمه الزنا. مش حصل؟ وان انت زوج مجني عليك في قضيه زنا. مش حصل؟ حصل ولا ما حصلش؟ مش انا قلت لك لا؟ حلو، ما اتكلمتش فيه وسمعت كلامي ليه؟ لان انا كنت فاهم حاجه تانية. انت فاجئتني النهارده بحاجتين، مصيبتين كبار. انت مش قاري معايا الفاتحه امبارح على انك ما تخبيش عني حاجه وتقول لي الحقيقه؟ وانا مش مخبي عنك حاجه. اول يوم جيت مستحمل. حلو قوي. امال ليه انت ما قلتليش من اول يوم جيت لي ده انا مقدم بلاغ للنائب العام بتهمه الزنا وانا اعرف الموضوع ده من شهر 5 اللي فات؟ ما قلتليش ليه؟ عشان لما اتصلوا عليا يوم الخميس. يعني هم طول الفتره دي ما اتصلوش عليك واتصلوا عليك بعد ما جيت لي؟ هم افتكروا يتصلوا عليك بعد انت ما جيت لي وصورنا وطلعنا الفيديو، يوم النيابه افتكرت تكلمك؟ كلموني يوم الاربعاء. كلموك بعد الفيديو؟ لا، يوم الاربعاء قبل الفيديو بيوم. حلو، انت بقى ما قلتليش ليه قبل الفيديو؟ انا نسيت بقى. نسيت تقول لي الحقيقه؟ نسيت تعرفني اللي انت تعرفه؟ انت عارف ان القانون ما يدكش الحق انك تحرك دعوى الزنا بعد مرور 3 شهور من تاريخ علمك؟ ماشي، ما انا محركه اهوت والمحكمه اللي ما رضتش تتحقق معايا. يبقى كنا نشتغل على البلاغ القديم، نحرك البلاغ القديم ونقدم تظلم في النيابه ونرجعه من الحفظ ونقدم الدليل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وتاخد حقك بالقانون. انا من اول يوم يا اسلام، من اول يوم قلت لك هتسمع كلامي وتقف جنبي وتقول لي الحقيقه هجيب لك حقك بالقانون. حصل ولا لا؟ حصل. انت بقى ليه ما صارحتنيش بالحقيقه؟ بص يا اسلام، انا اعلنت على الهوا ان انا بسيب قضيتك، ودلوقتي بعلن تاني وبسمعك انا بسيب قضيتك. انا مش عايز اكون موجود معاك وماليش دعوه بيك. انت خدعتني وغشتني وكدبت عليا، وانا مش ممكن اقف معاك في قضيه زي دي. ولو سمحت ما تكلمنيش تاني.